يعني ايه تخاطب؟ وليه مش كل تأخر كلام بيحتاج لجلسات؟ كتير من الأمهات أول ما بتسمع إن ابنها عنده تأخر في الكلام، أول سؤال بيجي في بالها هو محتاج تخاطب ولا لأ. طب هو يعني ايه أصلا تخاطب؟ وهل كل طفل متأخر في الكلام محتاج جلسات؟ الفيديو ده مهم جدا لأن احنا هنعرف التخاطب صح، وهنشيل خوف كبير من قلوب أمهات كتير. يعني ايه تخاطب؟ التخاطب مش يعني إن الطفل ينطق حروف أو يقول كلمات. التخاطب هو عملية متكاملة بتشمل الفهم والتعبير والتواصل البصري والتقليد والإشارة والانتباه ونطق الأصوات وتكوين الجمل واستخدام اللغة في مواقفها الصح. يعني طفل بيبص، بيشاور، بيفهم بس مش بيتكلم كتير، ده جزء من التخاطب. وطفل بيتكلم بس مش فاهم، ده كمان تخاطب. من أكتر المفاهيم الغلط في التخاطب إن التخاطب للطفل الساكت خالص. لأ، التخاطب ممكن يكون لطفل بيتكلم بس كلامه مش مفهوم، بيقول كلمات من غير جمل، بيعبر بس مش فاهم، فاهم بس مش بيعبر، بيتعصب عشان مش عارف يطلع اللي جواه أو يقول اللي جواه، مش بيعرف يطلب. كل دول تخاطب. هل كل تأخر كلام محتاج جلسات؟ الإجابة لأ. في أطفال محتاجين تنظيم بيئة، توجيه الأم، زيادة تفاعل، تقليل شاشات، لعب صح، ودول بيتحسنوا من غير جلسات فعلية، ولكن تحت متابعة وتقييم صح. امتى نقول ان الطفل محتاج تخاطب فعلا؟ نبدأ نقلق وندخل متخصص لما يبقى مفيش تواصل بصري، مفيش تقليد، مفيش إشارة، مش بينتبه لاسمه، فقط كلمات كان بيقولها، مش فاهم ومش بينفذ أوامر بسيطة، عمره عدى 3 سنين ولسه الجمل مش واضحة. هنا التخاطب مش رفاهية، هنا ضرورة. أهمية دور الأم قبل الجلسات. الأم جزء أساسي من جلسات التخاطب، وأكتر من 50% من تحسن الطفل بيجي من طريقة كلامك معاه، أسلوب لعبك، رد فعلك على محاولاته، تشجيعك ليه من غير ضغط. الجلسة بتبقى ساعة لكن البيت 24 ساعة. أخطاء شائعة عن التخاطب بنسمعها كتير: سيبيه شوية وهيتكلم لوحده، ولد وكسول في الكلام، لما يدخل الحضانة هيتكلم، ده ذكي ومش محتاج لتخاطب. كل دي مفاهيم محتاجة تصحيح. الطفل اللي بياخد تخاطب مش أقل من غيره، كل طفل وليه وقته، بس المهم نساعده صح وفي الوقت الصح. ولو حابة تعرفي ابنك محتاج تخاطب ولا لأ وازاي تقيميه من البيت، اكتبيلي في التعليقات عمر طفلك وايه اللي بيعمله. وان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم عن مراحل تطور الكلام شهر بشهر. وما تنسيش تدعميني بلايك واشتراك.